السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، ازيك؟ عامل ايه؟ على فكرة انا زعلانة منكم، يعني انا مش عارفة ليه التفاعل قل. انا ده مش فاهمة، مع ان انتوا بتحبوا جولات عم ميمي، فالتفاعل ليه قل مش عارفة. صباح الفل عليكم. انا عند مزاد عم ميمي اسكندرية طبعا. اللي مش عارف برضو كل مرة بتسألوني نروح ازاي عند عم ميمي. عند عم ميمي بتنزلوا محطة مصر اسكندرية، تركب مشروع، أي مشروع رايح سوق الجمعة بينزلك سوق الجمعة، تنزل سوق الجمعة. عم ميمي معروف عند طلعت الحلواني جنب جراج الأصدقاء. حرام عليك. هقول له تاني، 100 جنيه من يزود أي مشروع من محطة مصر نازل سوق الجمعة، نازل سوق الجمعة، هتنزل سوق الجمعة عند عم ميمي عند حلواني طلع بجوار جراج الأصدقاء. تمام، هنبتدي المزاد. بس بالله عليكم يعني انا هو زي تاني مش عارفه ليه التفاعل قل، مش عارفه ليه. صباح الفل، مع انكم بتحبوا جولات عم ميمي، فالتفاعل قل ليه انا مش فاهمه يعني. ابتدي المزاد. بسم الله تعالى انت عايز العروسه دي ب 1200 جنيه بس العلبه بتاعتها بايظه. دي بتعمل تشربها ميه تعمل بتجيب الاصليه، وفيها البامبرز بتاعها بتقول ماما وبابا 50 جنيه. فانت من حقك تقول الكلام ده. بصوا الناس زحمه جدا جدا. صباح الفل. ازيك يا ريشه؟ عامله ايه؟ عم صباح الفل عليك يا رب، علينا وعليك يا رب. 100 و100 مباركه عليك. 10 20 زحمه ازاي؟ 150 مبروك. اوبا يلا بينا. ودي واحده بقى، بس الولد ده بقى غبي قوي، بيهز شفايفه كانه بيقطع حقيقي مفجوع. ده بص بالخيار بتاعه. خلي بالك الشغل ده عيبه هيلبسه. بس عايز اقول لك حاجه، 50 من يزود 60 70 80 100 مبروك. مشكله الشنطه. عروسه بالتلال. يا راجل ما تقولش الكلام ده، هتقفلني فرتني. 100 من يزود 120 130 و40 مبروك. 140 ثواني. طيب يا راجل 100 جنيه من يزود. يلا خلاص يا خاطر. 120 120 130 مبروك. 140 موجود في اللايف. خلاص يا سعيد يكتب البيزنس بتاع العيال ازاي الكلام ده هنا. انا عشان كده بسال، انا بقول له انا ما عملتلكش حاجه. ودي بقى عروسه ولد جميل قوي، عيبه هيلبسه. لا ما بعملش لحد الكلام ده عليا خالص، ولا في اي تليفون ده ممنوع تتحاسب عليه. يبقى من عنده ده الفيس ده، ده انت فاتح على الفيس. 100 جنيه من يزود. يبقى من عنده، المشكله من عنده. العنوان سوق الجمعة عند حلوانة بطلعت عند جراج الأصدقاء. اغلى حاجه دلوقتي الروبوتات. الريموت ب 2000 ونص كام؟ بقول لك بقى بص بقى تحت يا عم مين؟ ليه اعتكروا؟ بقول لك انت مش سامع؟ 200 بقول اعتكروا 200 جنيه من يزود عليه 200 امال ايه 150 220 مبروك 250. يلا بينا منه. يلا بينا. بقول لك ب 3,500. لا هنسيب الشغل ده. ده انا بفرحها. ده بيتقفل بيتسلم. كام؟ 200 مين هيسرقك؟ 250 من يزود 270 270 مالك 300 جنيه من يزود
300 320 320 تعالي وانا هجهز 320 و30 330 لسه بدري 330 مبروك. يلا بينا 330 بص بقى دي بقى معاها ديزني معاها الشفريله وبتتكلم في التليفون وانت بتوب بتتباع ب 325 جنيه بس على ايه؟ عشان علبتها مسفره. العلبه معاها الطبقه بتاعتها بياكلها وشكشكتها يعني تعيط يا بنت تعمل لها شكشكه والدبدوب بتاعها كام؟ مش عارف انا طبعته بطبع ال 100 انا خلقت اللي هيطلع 100 جنيه كده عليه بالله عليك هديك سر وما تقولش لحد قوم تلاقي لا ما تقولش لحد ده بقى مسدس 17,000 مرة أقول له يا جدع ما انتش فاهم كل شويه حسين يا مفلس بص انا معايا جهاز كل سكوت بيلبس حاجه بص كل شويه اشعار تتبع مش عارف تتبع ولا هنا وبعدين اقف على الحريم لوحدها لا 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 معنى ان انت تقف ورا واحده ست يبقى انت عايز حاجه غلط. اسمع بقى ايوه يعني انت هتتصور وانت واقف ورا واحده ست ماشي لو سمحت بعيد على الستات لو سمحت كام كيلو ماشي والدتك معلش تعالى انت هتصور ما حدش يجي طالب ماشي ما هو هيتصور غلط. هتتصور ايه شكلك وانت بتتشهر على النت كده ويعمل عليك دايره في انا صورت واحد على فكره انت واقف يا عيني ورا واحده ست شوف شكلك وناس بقى بتفرح في الحاجات دي شير كان جنب واحده انا خايف عليك ما حدش يقف ورا واحده ست لو سمحت. ده بقى بيتباع ب 550 كيف؟ دورني في الدكان هناك وتشرب قهوه اللي تصلي على عند طلعت الحلواني اللي يقول لك عنوان قول له كام؟ ما عادش عايز ده 50 ماشي 90 مبروك. خد يا برنس